هو في البحر وكده. تمام. هي قالت لي كده. قالت خلاص خدت كل حاجه مني، سيبوني بقى ايه اروح وكده. تمام. قلنا احنا ما خدناش منك حاجه، مش انت اللي مش احنا اتفقنا من الاول؟ قالت لا مش انتوا خدتوا الذهب اللي معايا كمان، سيبوني بقى. فاحنا ما خدناش ذهب اصلا. ما خدتوش ذهب؟ لا. ففين وفين بقى عرفت ان انا ايه ان انا زميل ليا اخد منها الايه الذهب. فروحنا بقى ايه، قلت لها انا هرجع لك الذهب بتاعك وبتاع وكده. بس انت ما شفتناش ولا ايه ولا تعرفين. كويس. قالت لي ماشي. رحت اتكلمت انا وزميلي، اختلفنا مع بعض. قال لي بكره ايه هبقى اجيبه وبتاع عشان انا ايه عينته دلوقتي وكده وكلام من ده. قلت له ماشي. قالت لي طب انا دلوقتي، قلت لها طب تعالى دلوقتي هروحك وبكره هبقى اجيب لك الايه. تمام. قالت لي لا مش هينفع اروح دلوقتي. ليه؟ قالت لي ما هو ده الشبكه بتاعتي، ما ينفعش ان انا اروح من غيره. كويس. قلت لها ماشي. طب انا اشوف لك اي حته تباتي فيها لغايه الصبح وايه واجيب لك الدهب وتروح. تمام. قالت لي ماشي. عشان ما اكذبش عليك، احنا عندنا في البيت عندنا بنام انا في اوضه لوحدي، لي انا اوضه لوحدي في البيت عندنا. فابويا والدي كان نايم ووالدتي متوفيه، واخويا قاعد في الشقه اللي فوق مننا. كويس. فقلت لها ايه تيجي ايه عندنا البيت في الاوضه اللي انت بتنام فيها لوحدك. ايوه. كويس. ماشي. اقول لك لا انا ماشي معاك اهو، واحده واحده بس انا براجع بس عشان مفيش حاجه تقع مني. وبعدين قالت لي ماشي انا اجي معاك بس ايه طب واهلك مش هيقولوا حاجه وكده. قلت لها لا، طالما انت شايفينك داخله معايا كده واعرفك عليهم وكلام من ده، الكلام ده هم صحيين ما فيش مشاكل. لما هم نايمين. قالت لي ايه خلاص ده من الوقت ايه ما فيش حد هيشوفني خالص. قلت لها لا، هتخش ايه لغايه الصبح وتروح. كويس. قالت لي ماشي. دخلنا، احنا كنا حوالي الساعه 3 كده. كويس. 3 ونص. 1:30 ولا 3؟ ما احنا بعد ما جينا من على الزراعه وكده ومشينا دخلنا البيت وكده. اخدتوا ساعتين كلام. ايوه. تمام. ما نجروش بقى عشان نوصلوا بسرعه. تمام. وطول السكه بقى بتحكي لي بقى ايه ظروفها وبتاع ومش عارف ايه وكلام من ده. المهم دخلتوا الاوضه. هل مارست معاها؟ لا والله ما حصل. ما حصلش. لا. انا مارست معاها بره في الشارع، انما في الاوضه لا. طيب مين اللي راح بلغ؟ هي راحت بلغت؟ لا هي ما بلغتش. امال مين؟ هو الولد لما خض وجرى وكده جاب ناس كان في منطقه ناس شغاله فيها عمال وكده. قال في ناس طلعوا عليا خطفوا مني واحده كانت معايا وكده. فجم معاه كام واحد ركبوا العربيه وايه وجم يدوروا ما لقوش حد. هو نزل البلد صدفه الغفير او المرشد اللي انا بقول لك عليه دوت مخبر. هو ما كانش بيحبنا يعني بصراحه. كان دايما نشوفنا نمشي مع بعض وكده وايه حاجه لله كده في لله. وبعدين فالمهم انه جاي في قال له في ناس طلعوا عليا في الحته الفلانيه خطفوا مني ايه البنت كانت معايا. كويس. قال له تعالى ده انا عارفه. كان عندك كام سنه؟ كان عندي 17 سنه. وانت دلوقتي عندك كام سنه؟ عندي 28 سنه. يعني مر عليك كام سنه في السجن؟ مر عليا 8 سنين وشهور. 8 سنين في السجن؟ وشهور؟ هل ال8 سنين دول والشهور بيخلوك تفتكر الحادثه دي ولا لا؟ طبعا. تفتكرها كويس ولا ما تفتكرهاش؟ طبعا. هو حكم 15 سنه ومفيش ما استاهلش فيها سنه. انت ما تستاهلش فيها سنه؟ ما استاهلش في القضاء سنه خالص؟ خالص. بس التجربه دي اعتقد انك انت اتعلمت منها. ما اتعلمت طب اللي اتعلمته تحب تقوله ايه للي بيتفرجوا علينا النهارده؟ تحب تقوله للبنات وللولاد؟ هتقول للبنات ايه وبعد كده تقول للولاد ايه وبعد كده تقول للاهل ايه؟ كمل معاك. قول للبنت ايه؟ اقول للبنت ان هي يعني في لبسها تكون تنقي لبسها بعنايه شويه. وثاني حاجه ان هي مش اي واحد تركب معاه، لان هي حتى لو راكبه معاه بسلامه نيه هو ممكن ياخدها مش بسلامه نيه. او حتى لو راكبه مع واحد ان هو بيوصلها وفي طريق مش مظبوط زي ما احنا عملنا كده طلعنا هنطلع غيرنا في ياما غيرنا بره. ده بالنسبه للبنات. بالنسبه للولاد تقول لهم ايه؟ بالنسبه للولاد ان هو كل واحد خليه في حاله، ما يمشيش مع الصاحب اللي هو لان اللي بعيد الصاحب صاحب البوظ الصاحب صاحبه. هتمشي مع واحد كويس. انا كنت اعرف ناس بتاعت ربنا بره وكده، لو كنت فضلت ماشي معاهم وكده كان زماني بقيت حاجه ثانيه دلوقتي. انما للاسف ان انا اتعرفت على سكه البانجو والحشيش ومش عارف ايه والحاجات ديت بص. لقائنا مع الاستاذ محمد عون المحامي. اهلا بيك استاذ محمد. يا اهلا بيك استاذ محمد. شفنا التقرير وشفنا الاثنين اللي انكر والثاني اللي اعترف، وفي النهايه اتحكم عليهم ب15 سنه.
مقضين 9 سنوات فاضل 6 سنوات. انما الحكم دائما في جرائم الاغتصاب بتكون بالاعدام ولا بسنوات 20 سنه ولا 15 سنه؟ على اي اساس بيتم تحديد الحكم؟ هو بالنسبه للاغتصاب بيحكمها نص الماده 267 اللي هي بتقول من وقع انثى بغير رضاها يعاقب بالاشغال الشاقه المؤقته. كويس. المشرع اضاف اليها الفقره الثانيه وقال اذا كان من المتولين على تربيتها او من له سلطه عليها فبيغلظ العقوبه من الاشغال الشاقه الى المؤبد. تمام. دي حاله حكمتها الماده 267. الحاله الثانيه اذا كان الاغتصاب مقترن بالخطف. اصبحت النهارده في جنايه اغتصاب مقترنه بجنايه خطف. تمام. يعني جنايتين مش جنايه واحده. اصبح المشرع النهارده بيولظها الى درجه الاعدام. حكم القاضي او اثبات الدعوه من عدمها لا يعلق باراده او بمشيئه المتهم. قاضي الدعوه تراءى له ان الست دول ياخدوا اشغال شقه او ياخدوا 15 سنه لان دورهم في الجريمه توقف الى حد معين لا يستلزم ان هو يديهم الى حد التغليظ لعقوبه الاعدام. تمام. والقاضي تراءى لعقوبه لمن ارتكب الجريمه وافرض عليه عقوبه الاعدام هو يستحق عقوبه الاعدام، ففرض العقوبه من عدمها لا تتوقف على مشيئه او رهن اراده المتهم. المسجون بشر بيرتكب جريمة والقانون بيعاقبه عليها. النهارده سمعنا وشفنا، وصرختنا النهارده لكل الناس اللي بيتابعونا، للشباب ولاد وبنات، للآباء والأمهات، صرختنا للمجتمع ككل. أي إنسان هيعمل غلط مصيره ونهايته هتكون هنا جوه السجن ده.